كما هو الأهلي دائما. أتمنى أن تدوم هذه الابتسامة حتى نهاية المباراة إن شاء الله. هل نقول أنكم اليوم أمام اختبار ليس فقط نهائي وإنما أيضا اختبار لما جهزتموه من بدلاء للصف الآخر بالنسبة للنادي الأهلي حينما نتفاجأ بحيدر العامر أن يكون موجودا من البداية؟ أولا إن أرحب بك وأرحب بقناتنا المفضلة وقناة الوطن، قناة الرياضية السعودية، وأشكركم على تواجدكم معنا من أول يوم لليوم، والحقيقة بنقل مميز ومتابعة مميزة. نشكر القائمين على هذه القناة وعلى رأسهم سمو الأمير تركي بن سلطان. طبعا أنت بتقول البدلاء، نحن ما عندنا بدلاء، عندنا لاعب. أنا عندي 11 لاعب في الملعب، من هو الجاهز هو اللي بيلعب، من هو اللي مناسب لهذه المباراة بعد التمارين وبعد خلال الأسبوع الماضي كله جهزنا بداية المباراة على حسب تكتيك المباراة وعلى حسب جاهزية اللاعب. احنا قررنا اللاعب الجاهز 100% هو اللي يشارك، اللاعب المناسب لهذه المباراة هو اللي يشارك. نحن بدنا ننظر زي الجمهور وزي الإعلام بالاسم باللاعب من هو اللاعب، لا، نحن ننظر من يفيد الفريق في هذه اللحظة. هذه أمور فنية وأمور. مباراة كبيرة على حيدر، يعني أن تكون بدايته من النهائي. حيدر لاعب مميز وحيدر لاعب قوي، ونحن ثقتنا في رجالنا وفي كلهم. وحيدر أنا بالعكس لاعب جيد وإن شاء الله يقدم مباراة، نسأل الله التوفيق له. دائما المباريات الكبيرة هي اللي تطلع اللاعب، يعني الظروف تخدمك، في بعض الظروف تخدمك انك تشوف، لكن لما يكون لاعب بيستمر ما في ظروف، ما انت حكمت عليه لانه ما شفته قبل كده يلعب، ولكن بعد هذه المباراه اخاف انك طالبني انه لاعب حيدر على طول، فهذه هي الظروف. نحن دائما ثقتنا في لاعبتنا، طالما هو في النادي الاهلي وطالما هو بيتمرن معنا وطالما هو بيأدي بالشيء المطلوب منه، الثقه موجوده، لانه لا نقلل من اي لاعب. القانون 11 لاعب، انا حاطط 11 رجال في الملعب، المدرب وضع المناسب في هذه المباراه وضعهم. الظروف توقيف لاعب، اصابه لاعب نزل مستواه، هذه طبيعيه في كره القدم، ولكن اذا تبغى تمشي على الاسماء عمرك ما تفوز. البداية السيناريو المتوقع من النادي الأهلي أن يتراجع كونه يلعب خارج أرضه. إذا قلت لك أن الطرف الآخر سيبدأ هجوما من خلال الأحاديث اليوم في الصحافة وحتى الزملاء الكوريين هنا بأن البداية ستكون هجومية بالنسبة للفريق الكوري، هل هي دفاعية للأهلي؟ ما أظن مدرب ذكي يصرح ويقول لك الشيء الحقيقي، أنا أبدأ هجوما، أنا أبدأ دفاعا، أنا هذه كلها أنا أسميها تغطية إعلامية في مؤتمرات صحفية. ما في مدربين يكشف تكتيكه على الإعلام قبل المباراة ولا بعد المباراة، وكل الأمور هذه كل واحد دارس الفريق الثاني وعارف بداياته وعارف مواطن القوة وعارف مواطن الضعف. وفعلا يعني الفريق اللي أقل الأخطاء هو اللي حيسيطر على المباراة. قد يكون الهجوم الغير مبرر يعمل لك ثغرات في الخلف، وقد يكون الدفاع الغير مبرر يعمل لك ضغط على اللاعبين، وهي الأمور هذه قد أصرح لك زي ما تبغى في الإعلام، ولكن في الملعب يختلف التصاريح. أتمنى إن شاء الله أن يختلف الأهلي اليوم ويحقق الانتصار. أشكرك، وهذه أنا واثق إنه نحن اليوم بنمثل ما نمثل النادي الأهلي، نحن بنمثل الفرق السعودية كلها، نمثل أندية الوطن، نمثل الشعب السعودي. أنا عارف إنه آلاف وملايين واقفة معنا خلف الشاشات تتمنى أن الفوز. نشكرهم ونشكر دعواتهم ونتمنى التوفيق من الله سبحانه وتعالى. اللي أقدر أعيدهم إنه الفريق وعد إنه يقدم أقصى ما عنده، ولكن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. الله يوفقكم. شكرا طارق كيال. متابعينا، هذا هو الحديث الأخير